السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيك ساهل. المكونات ديالو سهله وفي متناول الجميع، وهذا الكيك كيجي لذيذ وكينفع الاغلبيه الناس اللي عندهم وليدات كيمشيو للمدرسه بحال هكا. راه كيجي زوين، يعني احسن من ديك السقاطه وهذه اللي كنعطيوهم يدوهم معاهم. الا جربتوه راه غادي يعجبكم، غتولوا مدمنين عليه. غنبداو على بركه الله. اول المقادير اللي غنحتاجو: عندي هنا بيضه، عندي هنا قبيصه ديال الملحه. هاد الكيك الزوين فيه واخا ما يكونش عندك البيض يمكن ما ديريش. هنايا عندي كاس مع عامر ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، كما سبق وقلت لكم راه اقتصادي. عندي هنا كاس ديال سنيده، الحلاوه كتبقى دائما حسب الذوق. عندي هنا كاس ديال ياغورت يعني دانون بنكهه فاني. العناصر كاملين كنديرهم دقه واحده او دفعه واحده، كنخلط وكنرجع نكمل اللي بقى. بعد ما خلطت العناصر ديالي غنزيد كاس ديال الماء خديته غير من الروبيني كيف ما كتشوفوا، كاس ديال الماء. تبعوا غير هاد المقادير راه غيجيكم الكيك زوين بزاف. بعد ما خلطت الكاس ديال الماء مع المقادير، هنايا غندير الدقيق اللي خاصني راني غنزيد. صراحه انا ما كنعبرش الدقيق. عندي هنايا واحد الساشيه ديال الكاكاو ديال الشوكولات. كيف ما سبق وقلت لكم غتقدروا حتى البيض الا ما كانش عندكم تقدروا تستغناو عليه في هذا الكيك هذا. غنخلط العناصر ونرجع معكم من بعد. ودابا راني ضفت الدقيق، مازال زدت الدقيق، وغنضيف جوج ساشيات ديال الخميره كيف ما كتشوفوا، خميره الحلوى، جوج ساشيات من فئه 100 غرام. هذا الكيك هذا هو اللي نفعني في الولد ديالي، كنبقى نصاوبو ليه ونقطعوا ليه طروفه صغار او مربعات، وكنعطيه ليه يبقى يديه مع المدرسه بما يسالي نرجع نصاوبو. راه زوين بزاف وكيعجب الوليدات الصغار. اي حاجه فيها الشوكولاط راه كتعجب الوليدات، غير جربوها. شفتوا القوام ديالو؟ هذا هو القوام ديالو، راه ما ثقيلش بزاف وما خفيفش. غنصيفطوا القوام ديالو على هذا الشكل هذا. انا من الناس اللي كيعجبوني بزاف نصاوب الكيك، مازال عندي بزاف ديال الكيكات دابا نشاركهم معكم. ودابا غنضيف واحد الحامض هنايا راه حكيته. الحامض راه كيتواسى بزاف مع الشوكولاط، كيتواسى بشكل كبير. هنايا عندي تقريبا واحد المعلقه ديال الخل صافي. في هذا الاثناء صافي غادا نخوي الكيك ديالنا في المول، وهانتوما معايا شفتوا القوام ديالو كيفاش كيجي. خديت المول ديالي، هذا المول دهنته غير بالزيت، ما كندير فيه لا دقيق لا والو. كانت الزبده راه كندير فيه الزبده، ما كانت الزبده دابا راه ما بقاش عندي الزبده، درت غير الزيت راه ما كيلصقش. راه عندنا قديم هذا المول كيف ما كتشوفوا، كنهزو يدينا بحال هكا الفوق وكنخويو الكيك ديالنا على هذا الشكل. انا الفران مازال ما شعلتوش، كندخل الكيك بارد الفران اللي سبق وشاركت معكم، راه كيجيب الكيك زوينه بزاف. ضروري من العمليه باش تقاد لينا العجين ديال الكيك او الخليط ديال الكيك. وفي هذا الاثناء المكون اللي غيعزز ليا مذاق الشوكولاط، وهو هنا راه خديت الشوكولاط مربع وهو قرصته على هذا الشكل هذا، وراه غنديرو من الفوق باش تجي فيه مذاق الشوكولاط اولا نكهه الشوكولاط باينه بزاف. خديت هنا 3 دراهم، راني ما درتهاش كامله صراحه. 3 دراهم راني ما درتهاش كامله، وليدات الصغار كيحماق على الشوكولاط. هادشي علاش قلت لكم راه غيعجبوا الوليدات، راه كيعجبوا كبار وصغار، غير جربوها راه كتجي زوينه بزاف. وليداتكم راه غيولوا مدمنين عليها وغتنفعكم في هذا الموسم الدراسي ان شاء الله.
في هذا الاثناء دابا راه غادا نشعل الفران، نشعلو عافيه مهيله ونخليها طيب على خاطرها، ومن بعد ما طيب غنشاركها معكم كيفاش كتجي. هذه هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران. راه خدات ليا تقريبا واحد الساعه الا ربع، كتجي على هذا الشكل، راه كتجي لذيذه، غير جربوها. يحمقوا عليها الصغار والكبار، وغتنفعكم مع الوليدات ديالكم في المدرسه. انا نقطع لكم منها وغتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها حتى من الداخل. بعد ما قطعتها طريف منها شوفوا كيفاش كتجي، ما شاء الله راه عامره حتى بالشوكولاط مهود حتى لتحت ديالها. هادشي علاش قلت لكم الشوكولاط راه كيعزز النكهه ديالو. الا زدتوا هاد الحبيبات ديال الشوكولاط كيف ما سبق وشفتوا معايا في الفيديو، غير جربوها راه كتجي زوينه بزاف. لا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وهذا فضلا وليس امرا. خوتي ما تنساوش ديروا متابعه وتبارطاجيو الفيديو كما سبق وقلت لكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.